المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: تصريح صحفي لوزارة الإعلام حول أمن البحر الأحمر. سمينار في ساوى لحماية الإرث الثقافي والهوية. دعوة لإنقاذ أشجار التبلدي من الانقراض. مقتل 7 أشخاص وأطفال وإصابة 57. روحاني يقول إيران تقاوم العقوبات وتدفع أمريكا إلى اليأس. وجونسون لا يتوقع انفراجة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي في نيويورك. مشاهدينا، ونبدأ نشرتنا بهذا التصريح الصحفي الذي صدر عن وزارة الإعلام فيما يخص أمن البحر الأحمر. بما أن البحر الأحمر يمثل أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، فإن مهمة حماية أمنه وسلامته تأتي ضمن أولويات أجندة عمل العديد من القوى الدولية والإقليمية، وإن كان أكثر أهمية للدول المطلة على شواطئه، كما أنه من منطلق الأهداف الأهمية الجيوسياسية والجيوستراتيجية للبحر الأحمر، مع طبيعة التحديات والتهديدات التي فرضتها بيئة الأزمات التي تعيشها المنطقة. يتأكد مدى صعوبة المهمة، فليس هناك بديل لدور الدول المطلة على البحر الأحمر في تحقيق سلام دائم ومستقر في هذا المحيط. إن إيجاد قوة موحدة ووضع استراتيجية واضحة وخطة محكمة يتطلب وقتا وجدية وإمكانات، وبالتالي فإن التحركات التي ظلت تجري من وقت لآخر، لا سيما ما جرى من تدريبات مشتركة بجدة في أيام السبت والأحد الماضيين وشاركت فيه بعض دول البحر الأحمر، يصب في ذات الهدف المشترك. وقد تجلت رؤية إريتريا وموقفها حول هذا الهدف المشترك في المؤتمر الإقليمي والدولي الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 21 و22 من أبريل الماضي. لكننا نورد من باب التذكير بأن ارتكاز المواقف الإريترية في التعاون مع مهمة تحقيق السلام والاستقرار في البحر الأحمر هو وفق ما يلي: أولا، تقييم الأوضاع الآنية للبحر الأحمر ومحيطه من كل الجوانب والأبعاد كما هي عليه بحياد. ثانيا، وضع الأهداف التي يتطلع للوصول إليها. ثالثا، التعرف بدقة على مهددات سلام واستقرار البحر الأحمر وتصنيفها بوضوح. رابعا، وضع استراتيجية تمكن من الوصول للأهداف المنشودة. خامسا، وضع استراتيجية للتغلب على التهديدات والتخلص منها. سادسا، وضع خطط مفصلة تمكن من إنجاز الاستراتيجيتين في آن واحد. سابعا، وضع آلية لتنفيذ الخطط وحشد الإمكانات. ثامنا، التأكد من تقيد كل الأسس التنظيمية والمستويات بالسيادة الوطنية والقانون الدولي. تاسعا، العمل على أن يكون لكل الدول المعنية مؤسسات دفاعية فاعلة وقوات بحرية خاصة بها. عاشرا، تغطية ما يتطلب خارج القدرات الذاتية من خلال القدرات المشتركة. 11، أن تعمل كل الدول المعنية عند الحاجة إلى الدعم خارج التعاون المشترك بينها بما يتطلبه من وسائل أو مهام وفق ما يتم التوافق عليه من أسس قانونية للتعاون مع جهات ترقب في ذلك. 12، العمل على إقامة وحدات قادرة على إجراء تقييم مهني للنقاط الآنفة الذكر. وزارة الإعلام 23 من سبتمبر 2019. عقدت مفوضية الثقافة والرياضة سمينار لطلاب الدفعة 33 للخدمة الوطنية ومدرسي مدرسة وارساي كالو وأعضاء مركز التدريب المهني حول الحفاظ على التراث الثقافي والهوية. وأوضح الدكتور ترقاي مدين من مفوضية الثقافة والرياضة في السمينار الذي عقده يومي 21 و22 من سبتمبر الجاري أن القيم والآثار والحكاوى والمعتقدات والتراث والعرف والتاريخ والفنون تعكس هوية المجتمع،
وأشار إلى العثور على بقايا إنسان عمرها يصل حتى 125 ألف سنة في خليج زولا وشواطئ البحر الأحمر الإريتري، ووجود رسوم ونقوش على الصخور في مناطق عالدقيح وطرونة ومعيني وقال نفحي ونغفة وقرورة وأصمات ومعبالي وغيرها تعود إلى 2000 سنة قبل الميلاد، ويجري العمل لدراستها وحفظها بتعاون جميع المواطنين. وقال موضحا عبر تقديم الأمثلة أن التصدي والنضال للثقافة الإريترية هو جزء من الهوية والخصوصية، موضحا بأن إعادة الآثار التي أخذت إلى مختلف الدول يتطلب بذل مزيد من الجهد، ويجب على جميع المواطنين المواجهة الواحية لمحاولات محو الهوية والتراث والتاريخ. من جانبها أوضح قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية للعقيدة وسايقدية أن إريتريا غنية بالآثار وأن الوعي ضروري للحفاظ عليها، داعيا المواطنين عامة والشباب خاصة للاهتمام بذلك. ودعا المشاركون من جهاتهم للاهتمام بالثقافة غير الملموسة والعملي لوضع التراث والتاريخ الاستثنائي في السجل العالمي وتدريس التاريخ والتراث الإريتري منذ المرحلة الابتدائية والدفع بجهود إعادة الآثار التي نقلت إلى دول أخرى. دعت سلطة الغابات والحياة البرية لحماية أشجار التبلدي التي تواجه خطر الانقراض. وأوضحت السلطة بأن شجرة التبلدي تعمر لحوالي 3000 سنة وتعتبر من الأشجار المستوطنة في البلاد ويستفاد منها لغذاء الإنسان والحيوان. وأشارت سلطة الغابات والحياة البرية إلى أن إعادة زراعة شجرة التبلدي التي يتم اقتلاعها ليست بالعملية السهلة لأن نموها يتطلب سنوات طويلة. وأوضح مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم عنسبة السيد كستي تصفاطيون أن شجرة التبلدي يستفاد منها إلى جانب الغذاء واستغلال التربة في الطب الشعبي والأدوات المنزلية. وتتواجد شجرة التبلدي في مديريات كرم وحقات وهبر وقلب وأصمات وأجزاء من علا برعد بإقليم عنسبة، وتتعرض للانقراض لعدم وجود مبادرات لإعادة زراعتها. وذكر بأن سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم عنسبة تعمل لحماية الأشجار الموجودة وتنمية شتولها بأعداد محدودة في مراكز الشتول وتقديمها للأفراد والمؤسسات. ودعا المواطنون وحراس الغابات للاهتمام بحماية ورعاية أشجار التبلدي في محيطهم. ذكرت شجرة التبلدي في إعلان حماية وتنمية الأشجار والحياة البرية رقم 155 لعام 2006 باعتبارها ضمن 55 نوعا من الأشجار التي تواجه الانقراض. ارتقت مدرسة دعرو باولوس الابتدائية المشيدة في منطقة دعرو باولوس بمديرية قالا نفحي في الإقليم الأوسط إلى المرحلة المتوسطة بعد أن زودت بفصول إضافية بتكلفة بلغت 1.4 مليون نافع. وأشار مدير المدرسة الأستاذ أنغسو مالام في المراسم التي جرت في 22 من سبتمبر الجاري إلى أن المبادرة التي اتخذها المواطنون أدت إلى إضافة مبنيين يحتوي كل منهما على 4 فصول، وسوف تقدم تلك الفصول خدمات تعليمية جيدة. وأوضح بأن هذا الإنجاز يقلل من مشكلة الطلاب من منطقة دعرو باولوس ومسكاد الذين كانوا يترحلون لتلقي التعليم في المرحلة المتوسطة إلى منطقتي عد قعدات وسنبل. من جهته ذكر مدير مديرية قالا نفحي السيد محاري يوهنس أن الخطوة التي اتخذها سكان ضاحية دعرو باولوس خير دليل على مبادرة المواطنين لتطور أبنائهم ونموذج جيد للمناطق الأخرى. بدوره قال مسؤول التعليم في الإقليم الأوسط الأستاذ بلاي حبتقابر أن الخطوة الأهلية المتخذة انعكاس لتنامي الوعي والأفكار، وتعهد بعد أن عبر عن امتنانه بأن تقوم وزارة التعليم بتقديم المستلزمات الدراسية لإكمال متطلبات الفصول الدراسية المشيدة حديثا. قدمت الجالية الإريترية في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية دعما ماديا لوزارة الصحة يقدر ب 45 ألف دولار. والمعدات الصحية المرسلة تشتمل على 84 سريرا و140 وسادة و120 ملاءة و120 زيا للأطباء وجهازين للسيطرة على نبضات القلب وضغط الدم وغيرها من الأدوات الطبية. وأكد مسؤول المبيعات والتوزيع في مؤسسة الأدوية الوطنية والأدوات الطبية سيد يوسف بهلبي بعد أن أشاد بالخطوة البناء التي اتخذها المواطنون في ولاية مينيسوتا، أكد توزيع الأدوات التي وردت إلى كافة المؤسسات الصحية في كافة الأقاليم.
دعا قسم القانون والرقابة في مصنع أسمر الألبان المواطنين للحذر من الألبان التي تباع في المتاجر والشوارع دون التأكد من سلامتها. وأشار القسم إلى أن بعض التجار والمزارعين استغلوا النقص المؤقت في عبوات تعبئة الألبان في المصنع، ويقومون ببيع الألبان قبل التأكد من سلامتها ودون الالتفات للأضرار التي قد تحدثها على الصحة، مؤكدا بأن الألبان التي لم يتم الكشف عنها تعمل على نقل الأمراض من الحيوان إلى الإنسان. وأوضح رئيس المصنع السيد أمانيل تسفاي ومدير المصنع السيد ولدو عقبة سلاسي أن المصنع كان يستقبل العام الماضي حتى 12,000 لتر من الألبان يوميا من المزارعين ويوزعها المواطنين بعد تعبئته، وقد انخفضت كمية الألبان التي يأخذونها من المزارعين إلى 7,000 لتر بسبب نقص العبوات. وأكد المزارعون من جانبهم على العمل لتوفير الألبان، داعين لتوفير العلف الذي يشكل حاليا تحديا كبيرا لهم. أفاد سكان ضاحية أقرع بمديرية نافا أن عيادة الضاحية تقدم خدمات جيدة للحوامل للتعرف على أوضاعهن الصحية والرعاية عن قرب. وتقوم العيادة إلى جانب الخدمات الصحية بأنشطة التوعية الصحية، والذي أسفر عن خفض الأمراض والوفيات أثناء الحمل والولادة. وطالبت الأمهات في أقرع ببناء غرف انتظار الحوامل في العيادة لضمان صحي أكثر، وأشرنا إلى حصول الأطفال على التطعيم في أوانه. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإيرانية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. قال متحدث باسم حكومة كينيا أن 7 أطفال لقوا حتفهم بينما أصيب 57 عندما انهار فصل بأحد المدارس في العاصمة نيروبي صباح يوم الاثنين. وقال المتحدث سايرس أوجونا نقل 57 تلميذا للمستشفى لتلقي العلاج، ونستطيع تأكيد سقوط 7 قتلى. وأظهرت لقطات بثها التلفزيون المحلي عمال الصليب الأحمر وهم يفتشون بين الأنقاض في مدرسة بريشا ستالنت ويحملون أكياس الجثث إلى سيارة إسعاف. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الاثنين أن العقوبات الأمريكية الجديدة التي استهدفت البنك المركزي الإيراني للمرة الثانية تشير إلى يأس الولايات المتحدة في وجه المقاومة الإيرانية. وفرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة مجموعة جديدة من العقوبات على إيران استهدف بعضها البنك المركزي، والذي أدرج اسمه بالفعل على قائمة سوداء، وذلك بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين يوم 14 من سبتمبر الجاري. وألقى مسؤولون أمريكيون باللوم فيها على طهران. وتنفي إيران أي دور لها في الهجمات التي أعلنت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وتحارب تحالفا بقيادة السعودية في الحرب اليمنية المسؤولية عنها. وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: يفرض الأمريكيون عقوبات على مؤسسات مدرجة بالفعل على القائمة السوداء، ويشير هذا إلى يأس أمريكا التام، ويبين فشل سياسة الضغوط القصوى لأن الأمة الإيرانية العظيمة تقاوم بنجاح. وذكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأحد أن الولايات المتحدة تسعى لتجنب الحرب مع إيران، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية الإضافية التي تقرر إرسالها لمنطقة الخليج هي للردع والدفاع. لكن روحاني قال إن الوضع أصبح متفاقما في المنطقة، وألقى باللوم في ذلك على واشنطن. قلل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الاثنين من احتمال تحقيق انفراجة فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي خلال محادثات يجريها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومن المقرر أن يجري جونسون، والذي تعهد بإخراج بريطانيا من التكتل في نهاية أكتوبر
سواء باتفاق أو بدونه. محادثات مع عدد من الزعماء الأوروبيين في نيويورك بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيرلندي ليو فاردكار. كما يبحث جونسون التقدم الذي تحقق على صعيد التواصل إلى اتفاق للانفصال مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. وقال جونسون للصحفيين على متن طائرة متجهة إلى نيويورك: أريد تحذيركم جميعا من اعتقاد أنها ستكون اللحظة المنشودة. لا أرغب في أن أعزز بشدة من اعتقادي أن انفراجة ستتحقق في نيويورك. وأضاف أن تقدما كبيرا تحقق منذ تولي المنصب في يوليو، إذ بات زعماء الاتحاد الأوروبي الآن يدركون أن اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي يحتاج للتعديل. لكن جونسون قال: ما زال هناك كما هو واضح ثغرات وصعوبات. قالت الشرطة الإسبانية أنها اعتقلت 9 انفصاليين في إقليم قطالونيا بشمال شرق البلاد في وقت مبكر يوم الاثنين بتهمة التخطيط للقيام بأعمال عنف. وقالت متحدثة باسم الشرطة دون الخوض في تفاصيل الاعتقالات أن الاعتقالات كانت بأوامر من المحكمة العليا الإسبانية. وذكرت صحيفة لا بانجوارديا أن 9 اعتقلوا خلال مداهمة للشرطة في الساعة 5 صباحا في عدة بلدات بقطالونيا بينها سبايدل وبراريتيس ديل بايس. ونقلت الصحيفة عن مصادر بالشرطة قولها أن 9 انفصاليون. وأضافت أن الشرطة صادرت وثائق وأجهزة كمبيوتر. وتمثل الحركة الداعمة لانفصال قطالونيا عن إسبانيا تحديا كبيرا للبلاد منذ سنوات، وأثارت أسوأ أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ عقود، عندما أعلن الإقليم استقلاله لفترة قصيرة في عام 2017. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.